ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن هاتف جوجل الجديد اللي هو ال 9A. واول جزئيه هنتكلم فيها هي الكاميرات والتطور اللي حصل عليها النهارده اللي هنشوفه. هو ان الكاميرا بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل، مش بتيجي بدقه عاليه زي الهواتف العاديه من بكسل الرائده اللي هي فئه ال 9. وبتيجي الكاميرا الالترا وايد بنفس الدقة 13 ميجا بكسل. بس الكاميرتين دول هيدوك اداء جبار بالنسبة للكاميرتين، بس لانك هتاخد منهم صور خام بنسبة 98%، زيها زي صور الايفون. بس الايفون ممكن تتفوق عليها في بعض الجزئيات لانه 48 ميجا بكسل، زي مثلا الايفون 15 بلس او ال 14 بلس. لا سوري، ال 14 بلس مش بيجي بال 48 ميجا بكسل. عندك من اول 14 برو والبرو ماكس بيجي بال 48 ميجا بكسل، وسلسلة ال 15 بتيجي ب 48 ميجا بكسل، وكذلك سلسلة ال 16. وكذلك الهاتف اللي قلنا عليه اللي هو ال 16 اي، بالنسبة اللي هو ما طلعش اسمه اس اي 4 خالص، طلع اسمه اس اي 4. ما طلعش اسمه اس اي 4، سوري، طلع اسمه 16 اي، لان ابل قررت تعلن عليه بالاسم ده. وبالنسبة لسعره، سعره غير متوقع زي ما احنا متوقعناهوش. نزل بسعر 600 دولار بدل 500 دولار زي ما احنا توقعنا. ولكن كل المواصفات اللي احنا توقعناها نزلت زي ما هي. فيا ريت تتابعوا القناة لو المحتوى بيفيدكم. عايزين نزود عدد المشتركين في أسرع وقت، فيا ريت تتابعوا محتوى القناة لو المحتوى بيفيدكم زي ما قلنا في الجزئية الأولانية. يلا بينا نرجع لموضوعنا ثاني. الكاميرات زي ما قلنا تديك بدقة 98% تصوير عادي، انك تاخد صور خام وتقدر تعدل عليها زي صور الايفون، بتاخدها خام وتقدر تعدل عليها. اي هي مش خام زي صور الرو، ولكن تقدر تعدل عليها بجزئية اكبر في الجوجل والايفون، لانه بيدوك صور طبيعية بنسبة 100%. واللي ما يقدرش يجيب هاتف من شركة جوجل أو آيفون، يقدر ينزل تطبيق جوجل كاميرا. وممكن أسيب لكم اللينك تحت في الوصف أو في أول تعليق مثبت. هسيب لكم لينك جوجل كاميرا لأي هاتف أنت عايزينه. ممكن أي حد يبعت لي على التعليق في الخاص، وهرد عليه وابعت له لينك جوجل كاميرا. ويلا بينا نرجع لموضوعنا مرة تاني. وزي ما قلنا الصور هتاخد صور خام زي ما قلنا. ونيجي للجزئية التانية في الكاميرات وهي الفيديو. عندك بالفيديو هيديك اداء جبار 60 و30 اطار في الثانيه 4K، لانه بيجي بمعالج نفس المعالج اللي فيها الرائده ال 9 العاديه. بيجي بالتنسور الجي 4 من شركه جوجل. والهاتف ده هيكون زي هواتف ابل بالظبط، لانه بيجي كل حاجه من جوجل. النظام الاندرويد 15 بيجي من جوجل، لانه هو بيجي من علبه اندرويد 15 كمان. بيدعم تقريبا من 5 ل 6 سنين تحديثات اندرويد. يعني الهاتف هيعيش معاك أطول فترة ممكن يعيش معاك أي هاتف تاني. وبيجي بنظام متكامل زي ما قلنا، لأنه بيجي من شركة جوجل. عندك نظام الأندرويد من شركة جوجل، وعندك نظام السيستم المتكامل من شركة جوجل زي سيستم أبل. وزي ما قلنا في الفيديو هتاخد 60 30 إطار في الثانية. ممكن الهاتف يدعم دقة ال 8K 24 إطار في الثانية. ولكن هو لسه ما نزلش. على ما ينزل هنزل لكم بوست في تسريبات الكاميرات وتصوير الفيديو وتصوير الصور بالمعلومات الدقيقة جدا. ونيجي للجزئية اللي بعد كده، هي شكل الهاتف وخامات التصنيع. شكل الهاتف بيجي أول حاجة الفريم بيجي من المعدن ومع ظهر من القزاز، لأنه ممكن يدعم الشحن اللاسلكي زي الفئة الرائدة عادي جدا. ولكن الشواحن من شركة جوجل بتيجي للأسف بقدرة واطية في الواط. ممكن يجي تقريبا 25 واط شحن سلكي و20 واط شحن لاسلكي. وده شيء للأسف مش كويس على فئة رائدة من شركة جوجل. ولكن احنا عندنا الأداء الجبار اللي هيحصل في الكاميرات ممكن يخليك تستغنى عن الشاحن، لأنه مش كله بيعتمد على الشاحن بس. أنت عندك أداء معالج، ولكنه برضه مش أقوى معالج في الفئة دي، لأن عندك في الفئة دي معالجات تانية من شركة كوالكوم وأبل. هينزل ينافس في الفئة السعرية دي. ونيجي للجزئية اللي بعد كده اللي بيتكلم فيها الجوجل بيكسل 8 وغيره، انه بيجي بمعالج نفس جوجل بيكسل 9 برو اكس ال. وبيجي بنفس معالج جوجل بيكسل 9 برو، وبيجي بنفس معالج جوجل برو العادي. والعادي اللي هو من غير برو بيجي بنفس المعالجات اللي هو التنسور الجي 4 من شركة جوجل. هيديك اقوى نظام متكامل من اي هاتف اندرويد انت شفته. غير طبعا شركة سامسونج برضو ممكن متعاقدة جدا مع جوجل، بتديك اداء جبار. وعندك الجزئية اللي هنتكلم فيها بعد كده، اللي هي جزئية الشحن اللي احنا اتكلمنا فيها. ممكن يجي بشحن زي ما قلنا 25 واط او 20 واط.
وهيجي بحجم بطارية 5000 ملي أمبير أو 5200 ملي أمبير على حسب التسريبات اللي احنا شفناها على موقع جوجل كروم، اللي هو استخدمها من شركة الرئيس الرسمي لشركة جوجل. إن البطارية بتيجي بحجم 5000 ملي أمبير أو حجم 5150 ملي أمبير أو 200 ملي أمبير زي ما احنا قلنا دي. لكن دي تجربة، سوري، دي مجرد تسريبات بسيطة على الهاتف، ولسه لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. ونختم الجزئية مع الشاشة، هي حجم الشاشة. حجم الشاشة بتيجي ب 6.3 إنش مع معدل تحديث 120 هرتز، وده معدل أداء جبار جدا في حجم الشاشة والتحديث، وده اللي هيفيدك جدا. وده كله كنا عايزين نقوله من ناحية الهاتف. ومن حيث السعر ممكن يبدأ بسعر $700 أو $600 لأقل نسخة، اللي هي ال 128 جيجا مع 8 جيجا رامات. والوان الهاتف زي ما معتادة من جوجل ممكن تيجي بالازرق والابيض والاسود، ولسه ما شفناش الوان جديده تاني. وما تنساش اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.